مرحبا بكم أعزائي المستمعين، معكم أنا ندى إبراهيم أقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار. شن تنظيم الدولة الإسلامية داعش هجوما كبيرا على بلدة تل عران وتل حاصل بريف حلب الجنوبي الشرقي بالدبابات ومدافع الهاون يوم الاثنين، وسط انسحاب مريب لقوات النظام السوري من بلدة تل عران، تاركا أهالي البلدة ليواجهوا هجوم داعش بمفردهم. وقد أسفرت الاشتباكات عن فقدان حياة شخص وإصابة عدد من المواطنين الكرد. وأكد ناشطون أن قوات الدفاع الوطني انسحبت إلى داخل البلدة في ظل غياب قوات النظام وطيرانه عن المعارك الدائرة هناك، مما يثير الشك أن هناك اتفاقا سريا بين النظام وداعش لتهجير السكان الكرد من تلك المناطق، مشيرين إلى أن أهالي تل عران وتل حاصل ينزحون نحو تل عابور ومناطق أخرى لإنهاء الوجود الكردي. وأضاف ناشطون أن تنظيم داعش سيطر على تل الدوير الواقع شرقي تل عران بعد اشتباكات مع قوات النظام قتل فيها 5 عناصر من الجيش السوري وإصابة عدد آخر. وبحسب نشطاء آخرين إن الغرض من هذا الهجوم الواسع على هذه البلدات هو الوصول إلى المدخل الشرقي لمعامل الدفاع ومدينة حلب. قال مراقبون دوليون يوم الاثنين أن حملة الدعاية للانتخابات البرلمانية في تركيا التي شهدت استعادة حزب العدالة والتنمية الحاكم للأغلبية يوم الأحد غير نزيهة وشابه الخوف والعنف. وقال رؤساء البعثة المشتركة لمجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مؤتمر صحفي إن العنف كان له أثر كبير، وأشاروا إلى اعتداءات وممارسات الترهيب ضد أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي الذي تراجع التأييد له بنسبة 2% مقارنة بانتخابات يونيو حزيران. وقال أندرياس غراوس وهو برلماني سويسري رفيع بوفد مجلس أوروبا: للأسف خلصنا إلى أن هذه الحملة كانت غير نزيهة واتسمت بالكثير من العنف والخوف. وأشاد المراقبون بارتفاع نسبة إقبال الناخبين، لكنهم انتقدوا ما وصفوها بالتغطية المنحازة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT وتردي المناخ الذي يمارس فيه الصحفيين عملهم. وحتى الآن لم تقدم أي أحزاب شكاوي رسمية بشأن النتائج، وإن كان حزب الشعوب الديمقراطي قال أنه يعتزم الطعن على عدة مقاعد، ولا ينتظر ظهور النتائج الرسمية قبل 11 يوما حتى يتاح وقت كاف للنظر في الشكاوي. أصدر البرلمان العراقي أمس قراراً رفض بموجبه منح رئيس الحكومة حيدر العبادي صلاحيات تشريعية تسمح له بالسير في الإصلاحات التي سبق أن أعلن النية في إجرائها من دون العودة إلى المجلس، ما يفتح الطريق أمام مراجعة هذه الإجراءات ويجمدها. لكن البرلمان أكد في الوقت نفسه دعمه للإصلاحات. وكان البرلمان أقر في آب أغسطس الماضي وسط تصاعد التظاهرات الشعبية حزمة إصلاحات اقترحها العبادي، الذي أصدر سلسلة قرارات بهدف ترشيق حكومته من خلال إلغاء ودمج عدد من الوزارات وخفض مرتبات ومخصصات كبار المسؤولين، كما ألغى 6 مناصب لنوابه ونواب رئيس الجمهورية. ونالت تلك الخطوات تأييدا شعبيا على رغم اعتراض قوى سياسية على بعضها واعتبارها غير دستورية. لكن القوى المعترضة تزايدت مع محاولة العبادي تعيين أحد المقربين من الإدارة المركزية عماد الخراسان أمينا عاما لمجلس الوزراء، كما أدى قرار خفض مرتبات الموظفين إلى تنظيم حركة احتجاج توجت بقرار البرلمان أمس. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. أشكركم على حسن الاستماع.